سيدي بالعباس كل زنقة، كل مطبخ، كل قصعة حكات لنا حكاية. من الكسكس العباسي بالتوابل والخضر للبركوكس الحار والتشيشة المحمصة. في بالعباس ما كانش غير الماكلة، كاين ناسها طيبين والمضيافين اللي رحبوا بينا. الله وجدوا لنا طابله هذه القهوه بركه. نبداو بالشيفان تاعنا. مرحبا بكم. انا في مدينه بالعباس، عارف جدير بن احمد، تعلم راه يخدم كويزيني. تعلم من عندك؟ من عندي. والعروس هذه شكون؟ هذه بنت الشباب. هذه بنت ودي. ما شاء الله. قلت لي قبيله اختي نعرف نشرح واش تشرحي لنا دوكا. نديروا الغنيه؟ ديروا لها غنيه. راهي معنا الحاجه خيره اللي طيبت لنا كاع هذو الاطباق والحلويات، الله يعطيها الصحه. وجدت لنا قهوه جزائريه بامتياز، ومعنا الشاف امينه يهضروا لنا شويه على الاطباق التقليديه تاع المنطقه. مرحبا بكم عندنا. الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك. مرحبا بكم عندي في داري. الله يسلمك الله يسلمك. وجدت لكم قهوه ولاتاي، الكاطو، القريوش، القريوش؟ والغريبيه تاع بكري، الملوي مع العسل. الملوي. تاع طاجين، ملوي طاجين. احنا نعيطوا له مسمن. بالعباس تمثل التقليدية منها الطعام، الكوكس، التشيشة، الحريرة بأنواع. عندكم انواع تاع الحريره. تاع الحريرة. انتم راكم تاخذونا ناكل، انا عجبني الحاله. صح. وفي الاخير نشكر كاع اللي عاونوني في هذه المدينه، مدينه بالعباس. انا اول مره نجي مدينه بالعباس، رحبوا بيا ملي دخلت مدينه بالعباس، وما يرحبوا بيا وفتحوا لي كاع بيبانهم. والشاف جديد احمد والشاف الاخضر والشاف امينه. عندنا الشغل الخاص لفاطمه فتوح، رئيسه رايه التراث الاصيل في بالعباس. يعطيكم الصحه اللي رافقتوني في هذه الرحله مع نكهات سيدي بالعباس. صح الرحله ما زالت، تابعوني في المحطه الجايه في لمسان، ونبقى نتذوق الجزائر معا.